معاها بدل المليون واحد واتنين وتلاتة، جميلة وألف واحد يتمناها، بس هي عندها شروط الخاصة للجواز. ايه حكاية الشابة اللبنانية صاحبة الملايين، وايه مواصفات العريس اللي هي عايزاه؟ كل ده وأكتر هنعرفه مع بعض في الفيديو ده. حكاية غريبة وعجيبة للشابة لبنانية ظهرت في فيديو تطلب عريس للجواز. الشابة عندها كل المميزات اللي يتمناها أي شاب في حياته، عندها الفلوس والشركات وجميلة ولسه في أول حياتها، بس الشابة ليها مواصفات خاصة لشريك حياتها اللي جاي. ابعت الفيديو لصاحبك أو اعمل له منشن. خلينا نعرف حكاية البنت دي سوا. البنت دي صاحبة الملايين طلعت في فيديو على صفحة لبنانية وقالت إنها عندها مطاعم كتيرة في الدول العربية. لبنان بس عندها فيها 4 مطاعم كبار، مطاعم 5 ستار، قيمتهم بملايين الأموال. رغم ده كله شايفة إن حياتها لسه ناقصة، وناقصة كتير قوي كمان. شايفة إن حياتها لسه ما اكتملتش لأنها مش متجوزة لحد دلوقتي. ده شروطها والمواصفات اللي حطاها لأجل شريك حياتها اللي جاي. البنت بتقول إن بالفعل حاول شباب كتير إنهم يتعرفوا عليها ويتعاملوا معاها، بس ولا واحد فيهم دلوقتي دخل دماغها ويستاهل إنها تأمنه على حياتها وترضى تتجوزه. البنت اللبنانية طالبة إن شريك حياتها اللي جاي يكون طويل وأشقر وعريض الجسم وقوي، والأهم من ده كله إنه يكون بيحبها ومفيش في حياته حد غيرها، والأهم خالص إنه ما يكونش طمعان في فلوسها وثروتها اللي تجاوزت الملايين واقتربت من المليار. البنت اللبنانية مش هممها خالص إن يكون شريك حياتها المستقبلي فقير، هي عادي تقدر تعيش مع أي حد فقير وهي كمان اللي تصرف عليه ببذخ، بس على شرط إنه ما يكونش أبدا طمعان ولا داخل على طمع معاها في فلوسها. ولو هو أمين وبيحبها قوي كده والأجل طيبة قلبها بس تجوزها، فهي هتعيشه في جنة، هياخد منها مع الوقت نص ثروتها وبرضاها كمان. هي شايفة إن ده هيكون حق جوزها بعد عشرة طويلة وأولاد وبنات بينهم، مش هيكون هممها الفلوس ولا أي حاجة مادية من دي. كل اللي يهمها هو الأسرة، هي عايزة أسرة وبس. وبالنسبة بقى للناس اللي بتسأل وبتقول جابت منين الفلوس دي كلها، فهي وعلى كلامها جابت الفلوس دي كلها من تجارتها وشغلها بقالها سنين. هي فاتحة المطاعم اللي عندها دي من 3 سنين، وطول الفترة اللي فاتت دي بتكبر في مشاريعها وبس. الفلوس اللي تكسبها تدخلها تاني في مشروعات جديدة. على العموم وعلى كلامها هي مش عايزة أي حد بيفكر يتقدم ليها إنه يقلق من ثروتها، هي ثروة شريفة وجاية من أعمال شريفة. هي عايزة بس حد ابن حلال يتجوزها ويكبر معاها المشاريع دي، عايزة حد يسندها ويكون عون ليها في إدارة الثروة اللي عندها دي كلها. البنت خلاص وضحت شروطها، مع العلم إنها مش فارق معاها يكون لبناني أو غير لبناني، حتى لو مصري وفيه المواصفات فهي موافقة. بس تفتكروا إن في حد مصري فيه المواصفات اللي قالت عليها دي؟ اللي فيه المواصفات ياريت يكتب في التعليقات، لأن هي بنسبة كبيرة هتشوف الفيديو ده والتعليقات اللي عليه كمان.